بص يا سيدي، بعض الناس كتبت لي في الكومنتات وقالت لي انت بتتكلم بسرعه، وانا وضحت الكلام ده في اكتر من فيديو. انا لما اكون متضايق على ماتش الزمالك او في خبر مضايقني على الزمالك او في شكل في الملعب بيضايقني على الزمالك ببقى متعصب، فممكن اكون بتكلم بسرعه. لكن النهارده في حلقه مهمه جدا وهكلمك بالراحه يا سيدي قبل لقاء القمه. في بعض الاخبار المهمه اللي لازم تعرفها، لكن قبل ما ابدا بستاذنك تنزل تحت تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. بص انا كاتب اكتر من حاجه واكتر من موضوع يهمك تعرفه، لكن في موضوع كنت كاتبه في النهايه حابب اتكلم فيه، وهي فكره الدعم. بعض الناس على السوشيال ميديا طالعه بتتكلم وتقول لازم تدعم فريقك قبل القمه. انا معاك وكلام حلو جدا 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 ولازم نطبقه، لكن عندي استفسار صغير. ليه؟ ادعم مين؟ ادعم لعيبه بتاخد ملايين عشان اقول لها انزلي يا لعيبه العبي برجوله، ولا لعيبه عايزه تسقيفه مني عشان خاطر تنزل تلعب برجوله؟ انا مش طالب من فريقي غير انه يلعب برجوله وخلاص. قاتل على الملعب، قاتل على المكسب، قاتل على روح الفانيلا براحه خالص اهو. تعال نتكلم في بعض الحاجات المهمه جدا اللي هي ايه؟ انا دلوقتي مش هروح اقول للعيب بيقبض ملايين يا باشا العب في الملعب وكسبني. انا عاوز واحد يلعب برجوله، والمكسب والخساره بتاع ربنا، لكن اسعى، لازم تسعى. لكن انت تنزل تحلق لي وتبص لي كلام وتعمل لي كور في الهواء وكور طوليه ملهاش لازمه. انا عاوز لعيبه بتلعب برجوله، بتحافظ على تيشيرت نادي الزمالك اللي التيشيرت ده كبير على بعض اللعيبه الموجوده في نادي الزمالك، فلا بد ان انا ما ادعمش. لكن ادعم، لو هدعم لعيبه مقاتله، لعيبه عارفه قيمه تيشيرت نادي الزمالك، ده اللي انا عاوز ادعمه. وهقولها لك في نقطه مهمه، ماتش النهارده ماتش مهم جدا للفرقتين. تسالني ليه؟ بص يا سيدي، طبعا اي من الفرقتين هيكسب هيخلي عنده دعم لنهايه الموسم، وان الاهلي لو كسب بالاخص هيبقى عنده فرصه لمطارده بيراميدز اللي عنده سكواد مهم جدا ما بيخسرش بصعوبه. لكن بالنسبه للزمالك الفوز ده هيبقى معنوي ويأثر الفارق ما بينه وما بين الاهلي ويدخله في سياق التنافس من جديد، ويدي رساله للجميع ان الزمالك مش خصم سهل، وتبدا صفحه جديده وتلعب برجوله. ده اللي كنت عايز اتكلم فيه. لكن تعال نتكلم قبل لقاء القمه. حصل موضوع مهم جدا وهو قرعه دوري ابطال افريقيا وقرعه الكونفدراليه. ايه اللي حصل في نتائج القرعه دي يا سيدي؟ بص، بالنسبه للاهلي، الاهلي هيواجه الهلال السوداني، وانا عايز اقول لك ان الكود سكريبت مش عارف ليه الاهلي والهلال السوداني مره ثانيه، لكن المباراه هتبقى صعبه على الفرقتين. بالمناسبه الهلال السوداني مقدم موسم كويس جدا وطالع، اعتقد هو متصدر، هو طالع الاول متصدر مجموعته. وبالنسبه للبيراميدز هيواجه الجيش الملكي، مباراه صعبه على الفرقتين، والجيش الملكي عامل بطوله كويسه. طب هنفترضوا مثلا الاهلي كسب، هيقابل مين؟ هيقابل الفايز من فرقتين تقال جدا، لكن السنه دي في فرقه منهم عامله ماتشات عظيمه وهو الترجي التونسي. الفايز ما بين الاهلي والهلال السوداني هيقابل الفايز ما بين الترجي ومولودي صن داونز. ماتش صعب جدا وبطوله كويسه، هنتفرج على ماتشات مهمه وماتشات ممتعه ما بينهم. لكن تعال نتكلم في الكونفدراليه. الزمالك هيقابل فريق غريب قوي اسمه ايه؟ اسبلتشاون حاجه زي كده. هيقابل فريق جنوب افريقيا الزمالك. حلو؟ تمام. الفريق ده يا سيدي فريق حديث العهد وحديث الانشاء. الفريق ده اتأسس في 2016 في جنوب افريقيا. انجازاته في الدوري او انجازاته من ساعه ما صعد النهارده بتتكلم في 9 اعوام ما حققش فيهم اي حاجه غير انه صعد من الدوري الدرجه الثانيه لجنوب افريقيا. فريق انتوا التسويه نص يعتبر قيمه التسويه بتاعت النادي الزمالك، لكن الفريق ما عملش اي حاجه. النهارده الراجل في ترتيبه في الدوري جنوب افريقيا بيحتل المركز السابع. مباراه سهله بالنسبه للزمالك، لكن المصري عنده مباراه صعبه جدا قدام سيمبا التنزاني. الفائز ما بين الزمالك والاسبتشتاون دول اسمها عامل زي الدوري الانجليزي، الاسبتشبوتش اسمها حاجه زي كده يعني. المهم يعني ما علينا، انا بنطقها لان بصراحه نطقها غريب جدا. تمام. هيقابل المصري في حال فوز المصري على سيمبا، لكن الزمالك لو سيمبا لا قدر الله كسب المصري فالزمالك سيواجه سيمبا التنزاني. لكن هقول لك حاجه مهمه جدا وخبر مفرح لينا كلنا. ليه؟ ابراهيم فايق اعلن على صفحته ان المستشار تركي آل الشيخ اتكلم وحصل اتفاق رسمي بنقل مباراه كاس العالم. هتقول الخبر ده سمعناه الحلقه اللي فاتت. هقول لك بص يا سيدي، النهارده في ظاهره كبيره جدا. إذاعة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية، إذاعة مجموعة الأهلي في دوري أبطال في كأس العالم للأندية، إذاعة مباراة الهلال، إذاعة النهائية أعتقد المباراة النهائية. والنهارده بيحاولوا ياخدوا ماتشات من دور 16، فاضل لهم ايه؟ الله اعلم. لكن البطوله هتبقى فيها ماتشات كبيره وماتشات ممتعه، لكن حصول MBC مصر على حقوق الماتشات حاجه تحسب ليهم وحاجه تفرح جمهور الاهلي بالذات بلا عننا كزملكاويه. تعال نتكلم في حاجه مهمه. النهارده حصلت مشكله ما بين الفار واتحاد الكوره. شركه
برو، اصل مش عارف اسمها برو ميديا او حاجه زي كده، هي اللي ماسكه الفار. النهارده حصل مشكله بين اتحاد الكوره برئاسه المهندس هاني ابو ريده وشركه الفار. الناس اتكلمت ان هو ممكن ما يبقاش في لقاء القمه الجاي بين الاهلي والزمالك في الفار. كابتن هاني ابو ريده او المهندس هاني ابو ريده كان في مديونيات على اتحادات الكوره السابقه برئاسه الجمال علام واكثر من حد للشركه. هاني ابو ريده المهندس هاني ابو ريده اول ما مسك اداهم 8 مليون جنيه ويعتبر فلوسهم خلصانه. حصل مشكله وهددوا المهندس هاني ابو ريده لان المهندس هاني ابو ريده طالبهم بحاجه مهمه جدا وهي تطوير اجهزه الفار، ودي حاجه تحسب له لو حصلت، لان انت النهارده بتلعب بالف ب فار، لكن احنا عايزين الفار اللي موجود في الدوري السعودي واللي في الاسباني والانجليزي، ونطمح ان يكون عندنا اكبر منظومه للفار. لكن في النهايه باشمهندس هاني ابو ريده حد الامور، وفي النهايه مباراه الاهلي والزمالك بحضور الفار، وممكن تسمع خبر مهم جدا بتغيير شركه الفار بعد المباراه ديت والتعاقد مع شركه محترمه. هنشوف اللي جاي ايه، لكن في النهايه مباراه الاهلي والزمالك في وجود الفار. النهارده على اتحاد الكوره برضه او لجنه الحكام اللي هيقودوا القمه حكام نرويجيين من النرويج، وفي واحد اسمه لفت انتباهي اسمه عثمان اسلام، حكم رابع. ازاي نرويجي؟ اكيد معاه الجنسيه النرويجيه، لكن الخوف كله من الحكم الرابع ده والسوشيال ميديا مقلوبه كلها على اسمه، لكن حكم نرويجي في النهايه. انا عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا ممكن محدش يبقى واخد باله منها قوي. انا عايز اتكلم ودخلت واتفرجت على حاجه مهمه جدا شدت انتباهي، اللي هي القيمه التسويقيه للزمالك والقيمه التسويقيه للاهلي. القيمه التسويقيه لعيبه الاهلي تتعدى 33 مليون يورو. اعلى لعيبه فيهم في الاهلي اشرف بن شرقي وسام ابو علي وامام عاشور بقيمه 3.5 مليون دولار. اما بالنسبه للزمالك بتتكلم في القيمه التسويقيه بتتعدى ال 15 مليون يورو. تمام. اغلى لاعب فيهم هو اغلى طبعا من لعيبه النادي الاهلي وهو احمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك. ده ان خلك ياخدك لفكره ان انت ما عندكش لعيبه سوبر زي ما موجوده في الاهلي تقدر تشيل فريق، انت معتمد على لاعبين او ثلاثه بالكتير خالص، فلا بد من اسمين قويين افريقيين يقدروا يرفعوا نادي الزمالك، وده يبين لك قيمه صفقات النادي الاهلي وقيمه الفريق اللي عنده. في النهايه هي مباراه قمه هتفيد الزمالك بالنسبه لي اكتر من الاهلي، لان هتديك دفعه معنويه تقول لفرق الدوري الزمالك لسه موجود، وان شاء الله يحصل تدعيمات في بدايه الموسم، لان الموسم الصراحه الزمالك السنه دي ضحى بالموسم بحاله، وده اخطاء من كبير من مجلس اداره نادي الزمالك. في النهايه انا وصلت معاك للنهايه، لو كلامي عجبك انزل تحت بس تاذنك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما عجبكش كلامي ممكن برضه ترد عليا في الكومنتات وكلامك على دماغي. والسلام.